مش هتبطلوا طريقه انت وهو؟ ده انا اصغر منكم انتوا الاتنين. انتوا فين يا جماعه؟ انا قاعد بقالي كتير هنا، انتوا بتعملوا ايه؟ استنى يا عم سيف لحد ما عبد الصمد يجي، هو دايما متاخر كده. انا جيت اهو يا جماعه، انتوا عايزين مني ايه؟ ومقعديني تحت ليه؟ انا مش هطول عليكم، انا عارف ان انتوا شغالين في المبيعات ووقتكم بفلوس. تعالوا نبدا وكل واحد فيكم يعرفنا بنفسه، ونبدا بعبد الصمد عشان راجل كبير. مش هتبطلوا طريقه انت وهو؟ ده انا اصغر منكم انتوا الاتنين. انا عبد الصمد وبيدلعوني بيقولوا لي يا عبد، وشغال في المبيعات من زمان وبطبق كل الطرق اللي بيقولوا عليها دلوقتي تقليدي او اللي انتوا بتقولوا عليها البيع القديم. انا سيف شغال في المبيعات ودايما بحب ادرس واشوف طرق البيع الحديثه، لان دي اللي انا بحب اشتغل بيها. تعالوا نبدا التحدي بين البيع القديم وبين البيع الحديث. السؤال ليكم انتوا الاثنين، ازاي بتستقبلوا العميل؟ برحب بيه وبقعد اشرح له المنتج من الالف للياء. طبعا بقعد احكي له حكاوي كتير واتكلم كتير، لان انا اللي لازم اتكلم والعميل يقعد ساكت ويسمعني. انا بستقبل العميل بابتسامه وما بتكلمش في المنتج اصلا، مجرد بساله شويه اسئله واحنا بندردش وعلى اساسه اقعد اسمع، لان انا بحب اخلي العميل يتكلم، انا مش بتكلم كتير. السؤال الثاني، بتعمل ايه لو العميل اعترض؟ مثلا قال لك السعر غالي، بعمل له خصم على طول، ولو هو كمان عايز ينزل في السعر اكتر بنزل له في السعر. انا عايز اخلص واطلع البيعه. بساله ليه السعر غالي عشان افهم الاعتراض بتاع العميل. السؤال الثالث، لو العميل قال لك هفكر، بتعمل ايه؟ بضغط عليه طبعا عشان يشتري واحنا قاعدين. بساله هتفكر في ايه؟ فكر معايا بصوت عالي، يمكن انا عندي الحل. السؤال الرابع، ازاي بتقفل مع العميل؟ لازم اطلع فلوس من العميل حتى لو بالعافيه، ان شاء الله لو هيدفع عربون بس اربط معاه كلام. ولو فكر يجي يكنسل، لا طبعا انا بقعد ارخم عليه عشان ما يكنسلش. ازاي يعني بعد ما ابيع له واتعب معاه واعمل واسوي في الاخر يجي يكنسل؟ لا طبعا، انا مالي هو محتاجه ولا مش محتاجه. انا طريقتي في البيع ان انا اوضح فايده المنتج واوضح كمان قيمه المنتج، عشان العميل هو اللي يقول لي اشتري ازاي وطرق الدفع ايه. وانتوا بتقولوا كلام جديد ولا بتقولوا ايه؟ السؤال الخامس، بتكلم العميل بعد ما بتخلص البيعه ولا خلاص بتنساه؟ بصراحه انا مش فاضي اعمل كده، انا بقول له ارجع لخدمه العملاء. طبعا انا اللي بكلمه وبعيد كمان عليه وبتصل بيه دايما اطمن على المنتج او الخدمه اللي انا بقدمها، لان كل عميل عندي هو عنقود عنب. احنا اتربينا على المبيعات كده، انتوا جايين بقى تعملوا لنا اساليب جديده وتعملوا لنا بيع حديث وبيع قديم. هي المبيعات كده، انا لازم اضغط على العميل اطلع فلوس العميل يشتري، انا ماليش دعوه بقى بالكلام اللي انتوا بتقولوه ده. بعد ما شفنا الاستاذ عبد الصمد اللي هو عبده اللي بيبيع بالبيع القديم، وبعد ما شفنا سيف اللي بيبيع بالبيع الحديث، لو حبيت تبقى زي سيف اسال عن الكورس بتاعنا، المبيعات علم ولا رزق.